يا مساء الفل والجمال. النهارده بقى انا الاول نعمل شويه كده حاجه فانسي، فهنعمل تشيكن برجر بالدوريتوس والبيك رولز، حاجه كده خطيره. انا دايما بعمل البانيه بالدوريتوس، بس المره دي اول مره هجرب معاكم البيك رولز واقول لكم رايي فيه ايه. شكله خطير، شكله يجنن. تعالوا اقول لكم عملته ازاي. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجة عندي نص كيلو من وراك الفراخ المخلية على الصدور. استخدمت ميكس ما بين الاتنين، الوراك طعمها بيكون غني كده ودسمة اكتر. عندي بقى بهارات مهمة جدا، عندي حبهان وبصل مجفف وتوم بودرة وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ، معلقة صغيرة من كل اللي قلته ده، وطبعا ما ننساش الملح. عجنت بقى البهارات مع الفراخ كويس جدا، وبعد كده هجيب بقى الزيت وادهن ايدي كويس جدا بالزيت علشان الفراخ ما تلزقش. هدهن ايدي بالزيت وابدا بقى اخد كوره. بصوا انا عملت برجر عملاق شويه عشان يبقى زي بتاع المطاعم كده، بس لو انتوا عايزين تصغروا الحجم طبعا صغروه. عملت كوره كده وجوفتها وحطيت جواها جبنه موزاريلا على شيدر. انا بشرتهم بصراحه، ليه؟ علشان لو حطيتها قطعه كامله كده مش هتتبطط معايا، انا عايزاها تاخد وتدي كده جوه البرجرايه. عملتها كده على شكل كوره وبططتها على شكل برجر. وبعد ما اخلص الكميه كلها هشيلها في الفريزر لحد ما اقطع الخس واحضر الصوص وابدا بقى اكون جاهزه على القلي. رصيتهم كلهم وبططتهم علشان ياخدوا شكل البرجر بتاعي. ودلوقتي بقى هندخلها الفريزر 10 دقايق ربع ساعة كده تتشمع، لحد ما اكون حضرت البريدنج وباقي الحاجات اللي هحطها في الساندوتش. فرمت بقى شويه من البيك رولز، اي طعم انتوا عاوزينه، وشويه من الدوريتوس، ممكن تفرموهم في الكبه كمان لو عايزين. حمصت العيش بتاعي، انا استخدمت عيش البريوش، تقدروا تستخدموا اي نوع عيش. حمصته في شويه من الزبده، وخطوه التحميص دي ضروريه جدا عشان الصوص ما يشربش العيش ما يشربش الصوص ويميمي كده ما يبقاش حلو. قطعت شويه من الخس وتقدروا تحطوه كامل زي ما انتوا عايزين. وهعمل صوص عباره عن معلقه مايونيز، معلقه كاتشب، نص معلقه صغيره من المستردة، وشويه من الفلفل الاسود. وده هيبقى الصوص بتاعي في الساندوتش. هبدأ بقى احضر الساندوتش بتاعي على ما كل حاجة تكون جاهزة، عشان اول ما البرجر يتقلي احطه على طول في الساندوتش ويبقى سخن. حطيت الصوص وبعد كده حطيت الخس، وببدأ بالصوص اول حاجة علشان كل حاجة تلزق في العيش. وجبت شوية من التركي وشوية من البصل، اي اضافات عايزينها، ويا سلام لو عندكم شوية خيار مخلل هيبقى جامد جدا. طلعت البرجر من الفريزر، حطيته في الدقيق، وهحطه بعد كده في البيض ده عبارة عن بيضة وعليها معلقة حليب. وبعد كده هنزل بيه بقى في البريدنج بتاعي، سواء كان اخترتوا البيك رولز او اخترتوا الدوريتوس. انا عملت واحده بالدوريتوس وواحده بالبيك رولز، واللي بقى حطيته على بعض، يعني بقى شويه بيك رولز صغيره وشويه دوريتوس صغيره، حطيتهم على بعض وعملت بيهم برجر. برضو انا عملت 3 وحدات بس. دي بقى اللي بالدوريتوس، وما اقولكوش دي كان طعمها يا جماعه خطير فوق الخيالي كده، مع ان احنا اصلا مش من محبين الدوريتوس قوي يعني. جبت بقى القلايه بتاعتي او الزيت، هبدا بقى اسخن الزيت على درجه حراره وسط، ما تبقاش عاليه قوي عشان الفراخ عندي تخينه، فما تاخدش طبقه من بره وتتحرق او تتحمر وتبقى من جوه نيه. فهبدا بقى اخد الزيت كده عشان بقليش برضو في زيت غزير قوي. هاخد الزيت كده، وطول ما انا واقفه انا ما بعدتش عنها ثانيه، هفضل بقى اخد الزيت واحط على الوش كده واقلبها كل شويه عشان تستوي من كل ناحيه. واول ما احس انها خلاص، هي قعدت حوالي 7 دقايق تقريبا، خرجتها ونشفتها كده على ورق مناديل، وبدات بقى ارص الساندوتش بتاعي. جبت بقى العيش وحطيت الخس والصوص، وحطيت شريحتين كده من التركي وشويه من البصل، واللي انتوا عاوزين تحطوه، لو عايزين تزودوا اي حاجه كمان زودوها. بس كده، وبدات بقى ارص الساندوتش بتاعي. وما اقولكوش يا جماعه بجد المنظر كان حلو جدا، وهو كان طعمه حلو واحلى بكتير بكتير من اللي بنشتريه من بره. على الاقل ضامنين احنا بنعمل ايه. تعالوا اوريكم واو، من جوه. بصوا، بصوا الجبنه بتبوظ ازاي، بصوا الفراخ قد ايه جوسي من جوه. الله، يلا بينا ندوق. انا ما ندهتش على حد يجي ياكل معايا. وانت عامل ايه ده؟ اهلا. ده تشيكن برجر، اتفضل سمي وكل. والله انا ما انا سامع. كنت هاكلكوا والله، كنت شكلي لوحدي. يلا بينا. بص من جوه ده عامل جايبها من ازاي. بره؟ لا والله انا اللي عاملاه. والله. اصل هو نازل يصلي وقعد في الصلاه 3 ساعات. امم طعمه حلو قوي قوي. ايه ده؟ لا بجد ايه ده؟ امم ايه ده؟ تتبيله الفراخ انت اول مره خطيره. تعملي اكل حلو كده؟ بجد اول مره امم واخر مره. يا جماعه طعمه خطير والله، فظيع.
يعني مش عشان انا اللي عاملاه بس، والله فعلا التتبيله حلوه جدا. الدوريتوس مديها طعم خطير. يعني الدوريتوس ده اختراع، مع اننا مش بنحبه، احنا مش بنحب ناكله كده. تعالوا نجرب اللي بالبيك رولز. حلو بس اللي بالدوريتوس احلى. بصوا اللي بالبيك رولز طعمه حلو بس طعمه بقسماط، طعمه عادي، ما حسيتش قوي بنكهه البيتزا، ما حسيتش بيها خالص. انما الدوريتوس قوي فطاغي. هو مش طاغي، كل حاجه باينه باعتدال. يعني كل حاجه فعلا باينه باعتدال. انما البيك رولز طعمه هادي. يعني ده هادي. الفراخ كمان باين هنا اكتر. الفراخ، طعم الفراخ فعلا باين في البيك رولز اكتر. لكن في الدوريتوس ميكس خطير، احلى من اللي بنشتريه من بره بكتير. لازم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه، وما تنسوش تاكلوا معاكم الناس اللي بتحبوها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا جدا ليكم، بحبكم. باي باي.